اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفه جديده. اليوم غنشارك معكم محبوبه الجماهير، كاع المغاربه كتعجبهم هذه الحلوه ريش بوند بطريقه اللي سهله وبسيطه. غتجيكم ناجحه 100%، رطبه بحال شيكيك، ما غتطرطقش لكم في الفران وتحل لكم من الفوق، وفي نفس الوقت غيجي فيها لوغو ديال الزهر مع الكوك مع الكونفيتور. هاد الميلونج كيعطي واحد المذاق زوين وبنين. بقاو معايا البنات باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا المقادير. ونبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا واحد القصعه غنخدموا، كنديروا 125 غرام ديال الزبده اللي هي نص ربعه. الا كانت البنات بدرجه حراره المطبخ راكم كتخدموا بها عادي، الا نسيتو ما جبتوهاش بحالي فانا دوزتها في الحكاكه ديال مطيشه. غنضيف عليها كاس ديال سنيده بقياس كاس العنبه. نخدم هذيك الزبده مع سنيده مزيان حتى ندخل سنيده في الزبده كلها، وما تبقاش ليا ديك سنيده محببه ولا منفصله على الزبده، يولي لنا خليط واحد. من بعد غنضيف كاس ديال الزيت بقياس كاس العنبه، غنخدمو حتى هو مزيان. غتحاولوا تبقاو تحكوا الزبده مع هذيك القصعه باش تخلط لكم مزيان وحتى تولي لكم بحال الشكل ديال البوماد. واكيد غيخفف لكم الخليط منين غتضيفوا هذاك الكاس ديال الزيت. غير خدموها مزيان البنات حتى ما يبقاوش الطروفه نهائيا ديال الزبده. من بعد غنضيفوا جوج ديال البيضات حتى هما يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غنخدموهم حتى هما مزيان مع هذاك الكاس ديال السنيده والكاس ديال الزيت ونص ربعه ديال الزبده حتى يندمجوا لينا ويوليو خليط واحد. غنضيف قبيصه ديال الملحه وقشور ديال الليمونه محكوكه. حاولوا تحكوا القشور في الحكاكه رقيقه. من بعد غنضيف ساشيه ديال الفاني. غنخلط المكونات وغنبدا نضيف الطحين تدريجيا. انا عبرت معكم بالكاس باش نعطيكم العبار اكزاكت. ضفت الكاس الاول وضفت معاه ساشيه ديال الخميره من وزن 7 او 8 غرام. غنضيف الكاس الثاني والكاس الثالث. غنخدم المكونات مزيان وغنضيف الكاس الرابع. كما كتشوفوا هنايا الخليط بدا كيتجمع ليا. غندير واحد نص كاس ولكن راني ما غنضيفوش كامل، ضفت منه تقريبا واحد المعلقه غير باش جمعت هذوك الطراف ديال العجينه اللي بقاو لاصقين ليا في القصعه. العجينه انا البنات هزت ليا 4 ديال الكيسان بقياس كاس العنبه زائد معلقه واحده. ممكن البنات تهز لكم كتر بواحد نص كاس او لا اقل بواحد نص كاس على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الطحين ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش. المهم في الاخير خاصه العجينه تجي القوام ديالها رطب ما تجيش قاصحه. من بعد خديت اللاطه كما كتشوفوا انا درت لها بابي كويسون، ممكن انكم تدهنوها غير بالزيت، ودرت كويرات يكونوا الحجم ديالهم صغارين لحيتاش البنات هما راه كيتنفخوا. زايد انا غنلصق وحده مع وحده. الا كنتو بغيتو ديروا كل وحده بوحديتها ما تلصقوهاش فانتوما غديروهم متواسطين. من بعد دخلتها الفران 150 درجه، شاعله عليها غير من التحت حتى كنحسها بدات كطيب، عاد كنشعل عليها من الفوق غير باش تذهب. كما كتشوفوا الحلوه ذهبت وطابت. غنخليوها تبرد وغندوزو نوجدوا الخليط اللي غنديروها فيه باش يشد لنا عليها الكوك. خديت نص قرعه الكونفيتور. هاد الكونفيتور هذا ديال المشماش والقرعه فيها 700 غرام. الا خديتوا القرعه الصغيره ديروها كامله. خديت معاها نص كاس ديال مزهر حاولوا تاخذوا النوع المزيان باش يجيكم ديك لوغود مزهر باين. غنخليوها فوق البوطه حتى تغلي لينا. من بعد ما تغلي غنطفي عليها البوطه وغنخليها جانبا تبرد. ما ديروش فيها الحلوه البنات وهي سخونه، الا درتوا الحلوه وهو هذا الخليط سخون غتفرتت ليكم. من بعد ما برد ليا هذاك الخليط مزيان، دابا غنبقى نهز هذاك الكاطو غنديرو غنخليه تقريبا واحد 2 ولا 3 ديال الدقائق حتى كيشرب لينا مزيان هذاك الكونفيتور مع مزهر. وديجا كنكون موجده واحد الطبسيل اللي فيه الكوك، تقريبا خديت 4 الكوك فاتني. كنلصق وحده مع وحده وكنحطهم في الكوك. ملي كنخوي ديك البول اللي فيه الكونفيتور كنولي نعمرو بالكاطو. بيد ما شرب ليا كندوز نمرمد هذوك في الكوك ونحطهم في الطبسيل. غنستمر هكا بنفس الطريقه حتى كنكمل هذاك الكاطو ديالي كامل. كما كتشوفوا كنخليهم شويه في هذاك الخليط ديال المزهر والكونفيتور بيد ما شربوا. كنلقي وحده مع وحده كنمردهم في الكوك وكنحطهم في الطبسيل. شوفوا البنات انا درتهم صغيورين، فاش لقيت وحده مع وحده جاني الحجم ديالهم مناسب. الا درتوهم كبار ممكن انكم ديروا غير حبه وحده يعني بلا ما تلاقيو جوج مع بعضياتهم. ودابا كنكون ساليت الحلوه ديالي وهذا هو الشكل النهائي ديالها. راه اكيد بلا ما نقول لكم المذاق، نتوما عارفين المذاق ديال ريش بوند مفضل عندنا وكيجي بنين وكيجي زوين.
غير تبعوا المراحل البنات اللي قلت لكم واكيد غتنجح معاكم وغتجيكم لذيذه وغتجيكم رطبه. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنقول لكم شكرا على المتابعه، كنتمنى تجربوا الوصفات وردوا عليا في لي كومونتير. واكيد اللي وصل معايا حتى لهنا ومازال ما اشتركش في القناه نزل تحت اشترك، ولا جيموا لي كومونتير ديالكم كيفرحوني. بسلامه عليكم ونتلاقاو مع فيديو جديد ومع وصفه جديده. عيد مبارك سعيد باش ما كتمناو ان شاء الله. باي باي.